السلام عليكم ورحمة الله متابعينا. اليوم كما عودناكم راح نتكلموا على كلمة اليوم بين الإنتر والبارسا، القمة المرتقبة والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة. برشلونة الذي يطمح إلى التفوق وإثبات تفوقه في هذا العام سيواجه إنتر القوي، ولو أن إنتر في آخر المباريات تذبذب مستواه قليلا كما رأيناه خصوصا ضد الميلان في نصف النهائي والذي ترك ثلاثية نظيفة، إلا أن ليالي الأبطال غير بطولات أخرى سنرى إنتر قوي بمدربه المحنك إنزاغي عودنا على جمل تكتيكية جميلة وفكر تكتيكي حديث جدا. رأينا كيف يطبق خطط عصرية وفعالة. رأينا كيف يوظف دي ماركو، كيف يكون مدافع ثم يوظفه كجناح أيمن. رأينا كيف يوظف لوتارو مارتينيز رأس الحربة الذي يتحول في أغلب أحيان المباراة كصانع ألعاب كرقم 10 يرجع إلى الخلف، وكيف يصنع اللاعب تورام الذي أبدى قوة بدنية وحس تهديفي كبير جدا في هذا العام. نعم، مواجهة اليوم ستكون صعبة جدا، ولو أني أرى أنه سيكون هنالك تحفظ من المدربين. ما راح تكون نتيجة كبيرة، راح تكون تعادل أو فارق بهدف أو هدفين ليتم التأكيد في مباراة العودة في جوزيبي مياتا. هنالك سيكون كلام آخر، ستكون هنالك مغامرة أكثر من المدربين، راح يتقدموا، راح يفتحوا اللعب، راح نشاهدوا مباراة جميلة في اللعبة. لكن اليوم راح تكون مواجهة تكتيكية أكثر. نعم، سنستمتع اليوم بفكري المدربين المتميزين فعلا. نعم، هي نهائي قبل الأوان، في انتظار ما ستفرزه مواجهة اليوم. دمتم وإلى اللقاء.